أنا عرفت مجمع نخيل بغداد من خلال الأوتدور سينما. صح، واحنا ردناها كبز اولي الناس تسمع نخيل بغداد بطريقه اندايركت، لان كنا بعدنا هو هم اضيف على هاي النقطه انه عدا عن دي فتحنا هواي مطاعم دي يتمركز على مكانات واحده. المطاعم بصوره عامه از بزنس هي مو افضل بزنس الطبي يعني. يا هو المشروع اللي ممكن يطلع خارج مجمع نخيل بغداد وينجح. بوتيتو بول همينه يعني اكو فد اقبال كلش لطيف عليه، والمسرح همينه واحد من الشغلات اللي اصلا بي اوفرز انه ينفتح مسرح. وابريز شنو الحاجه اللي شفتها موجوده بداخل المجمع ممكن سوت هذا المكان اللي هو الوجيه؟ بصراحه رؤيه الاداره انا اريد اخلي بصمه حقيقيه على الاجيال الجايه. ليش الناس حبت البادل؟ يعني لا هي تنس ولا هي ريشه، هي رياضه مال اغنياء. برا مصنفه كهي رياضه الاغنياء نوعا ما، بس احنا بالعراق حاولنا قدر الامكان بصراحه نقربها للكل. بس هذا ايش حيفرق ويا بادل اي كيو اذا صارت اولمبيه؟ واللي دا يستوي هذا الشغل هسه حاليا هم اللجنه شكلت وصارت في بادل اي كيو، هو سهوله التعلم مالتها والاجتماعيه اللي بيها.